هنعمل فراخ مشوية بطريقة حلوة جدا وبتتبيلة هتاخدي منها أحلى نتيجة وهتاخدي منها اللون التحفة ده. عندي بصلتين وطماطميتين متوسطين هفرمهم كويس جدا في الكبة، ولو ما عندكيش الكبة ممكن تبشريهم بالمبشرة لحد ما يبقوا معايا بالشكل ده. هحط عليهم بقى كوباية من الزبادي ومعلقة كبيرة من دبس الرمان، ولو مش متوفر عندك دبس الرمان ممكن عسل اسود، ومعلقة كبيرة من الخل، ومعلقة صغيرة ممسوحة من الملح، وده مقدار الفرخة. لو قللت الفراخ قلل الملح، ولو زودت الفراخ زودي عن مقدار المعلقة، وفلفل اسود وكمون وتوم بودر وبصل بودر وبابريكا. هزود بس من البابريكا والسماق، يعني معلقتين من البابريكا ومعلقتين من السماق، وهخلط المكونات والبهارات دي كويس جدا مع بعض. لحد ما يبقى معايا بالشكل ده. هحط بقى فيهم قطع الفراخ. انا الفرخة شايلة منها الجلد، غسلها طبعا كويس وشايلة منها الجلد، وكل ربع قسمها على نصين، مش سايبة الربع كامل. ده بيخلي التتبيلة تدخل في اللحم اكتر، وقطعة الفراخ تكون متنكهة ومتبلة اكتر، وطعمها بيبقى متبل اكتر ما بتكون ربع كامل. فانا قسمت كل ربع كده على جزئين، وهتبل كويس جدا كل جزء من الفراخ بالتتبيلة اللي احنا عملناها، وهغلفها وهسيبها في التلاجة ليلة كاملة. لو ما عندكيش وقت هو ممكن ساعتين، بس مش اقل من كده. لازم تقعد في التتبيلة عشان تاخدي منها لون وطعم حلو. يجي بقى وقت التسوية. عندي الصينية اللي انا هشوي فيها او اللي انا هدخلها الفرن، هرص بقى فيها الفراخ وهدخلها الفرن يكون محقق درجة حرارة عالية جدا. طبعا لو عندك شبكة ممكن في الفرن كده وتشويها عليها اي حاجة. اهم حاجة بس الفراخ تدخل الفرن يكون محقق درجة حرارة عالية علشان تكون جوسي ولونها حلو، وتاخدي منها نتيجة الشوي. ما تدخلش الفرن يكون بارد بقى وتنزل ميتها وتتقلب معاكي الفراخ مسلوقة. هنا بقى عندي صينية التقديم، هحط فيها العيش بالشكل ده، وشوية بصل على شوية بقدونس بحبة سماق، رشة حلوة كده من السماق، وهرش كل دوت على العيش. بيدي طعم حلو جدا وريحة حلوة جدا للفراخ المشوية. رشة بقى كده حلوة من البقدونس والبصل الأخضر اللي معمولين كويس جدا بالسماق، وافردهم كده على وش العيش، والفراخ المشوية خلاص بقت جاهزة معايا. والعيش جاهز ان هو يستقبل احلى واطعم فراخ مشوية، ريحتها وطعمها حلو جدا، كانت متبلة يعني تتبيلة واصلة لغاية اخر فص في قطعة الفراخ، وجوسي وحلوة قوي، ولونها مفيش كلام بعد كده. يا رب النهاردة الفيديو يكون خفيف عليكم.